المشيه من الوداد ما كانش اختيار، لان انا كما تعرف الجميع انا ودادي بور، يعني ما عمرني فكرت صراحه انني غنغادر الوداد، صراحه ودادي وبغي نبقى في فرقتي يعني الاقدار قدر الله ما شاء فعل. كان وقع مشكل مع الرئيس اللي كان في هذيك الفتره اللي هو اكرم. تقدر تقول لنا المشكل اللي كان؟ خويا المشكل كان انه كنت لعبت كنت ذاك العام دوزت عام مزيان، كنت ماركيت على المسيره، على خريبكا، على اسفي، على يعني كنت ماركيت ديبيو ديسيزيف كما تيقولوا، وكنت باغي لاصال ديالو باش ندير الباراديس باش ندير فيها العرس ديالي وداك الشيء، وكنت زعما كنت سولته على ثمن مزيان وداك الشيء، وقال لي هو انه غنعطيها لك فابور مادام انك مدوز عام مزيان وانك ساهمتي بزاف ديال الانتصارات وصافي. وكنا في الكاس العرب خسرنا لا فينال هذاك العام مع الترجي، ومن هذا العام كاع كلشي دازت لي 12 مليون ديالو ديال اننا ما ديناهاش، كنا غناخذ اكثر، وانا تقطعت لي 7 مليون من هذاك 12 مليون اللي داز، يعني قطع لي لاصال لقيت اللي انا يعني فهمتيني دوينا وصايت هذا الموضوع، كنت ديناها وما كانش غيقطعها، مي خسرنا في الفينال ماشي بيدي، يعني فرقه خسرات ما كرهناش، مي هادشي اللي تكتب، ولكن باش غير قولها لي وتخلص، ولكن باش تشمتني هذيك الشمته اللي شويه انا صراحه ضراتني، بلاص انني ما كنتش حتى الصالير ديالي وكان بريم سيناتور كلشي كان ضعيف، كنت كناخذ 3 مليون في العام تيتولار وكنحكم كما تيقولوا هذا، ولكن كنت مقموع، كان ما صراحه هذيك الفتره كان مشكل. ولاد كان مشكل مع الفرقه، ولاد الفرقه كانوا شويه تيتكاو عليهم، كانوا كيتعداو على ولاد الفرقه صراحه، كان البراني تياخذ فلوس كيتهلاو فيه فهمتيني، كيبان لك مبالغ خياليه، وكتلقى كاع ما كيلعب كاع سبونتوش ولا كاع ما كيلبس كاع، وانت ولد الفرقه وما كتخلي ما كدير وكتلعب من نيتك وطيح وتنوض كما تنقولوا، وانت اضعف صالير وخصك تسكت تخلصي ما تخلصيش، هذا واقع يعني عشناه صراحه، وكاع ولاد الفرقه غادي دويتي معاهم غادي يقول لك ان هذا الشيء هذا راه كاين، ايوا هادشي اللي كاين، يعني بحال ماشي جات الفكره ما بقاتش هذيك الرغبه، يعني ملي غتلعب كره غادي تلعب مرتاح، تبغي تعطي الفرقه تبغي هذا، اما تلعب مع شي واحد كيهرس فيك ولا هذا صافي. انا قررت انني فهمتي نخليها كما تنقولوا، نخليها زوينه ونمشي بحال تحت. مشيتي للكوكب؟ مشيت للكوكب. لا كنت مشيت للامريكان، كان عندي دي زوفر في امريكان، كان عندي مع الساوندرز في سياتل، هذا هو السبب اللي خلاك تمشي للامريكان بعد ما راح لك في هذيك الوقيته. كان هاد العروض هادو، ولكن كنا باغيين نناقشهم يعني وديا مع الوداد وداك الشيء، ولكن من مورا هذاك لو جيست ليطراليه وداك الشيء اللي دار معايا صافي قررت انني فهمتي غنمشي مني لراسي صافي، نمشي انا نقلب على راسي حتى انايا، مادام انا كما تنقولوا ما كان ساهل داك الثمن اللي كان ويعني ودير معايا داك لو جيست اللي درتي معايا صراحه ما عجبنيش الحال. انا ديك الفرقه عطيتها بقلبي وكنلعب مع لا بالي لا بفلوس لا بوالو، ولكن الشمته لا فهمتي، بنادم يعطيك كلمه ويجي 12 مليون عرس، يعني بنادم كل حاجه راه غادا البلاصه، وتحيد لي 7 مليون يعني بحال هرسيني، وحنا دايرين كاب رئيس ديال الفرقه تيكون مثابه اب فهمتيني، وهذا الشيء هذا داروا معايا انا ما كانش يقدر يديروا مع واحد اخر فهمتيني، ما كانش كون كان شي واحد اخر اللي براني ولا واقيلا هذا ما غيديروش معاه، داروا معايا انا وما عجبنيش الحال، بحال تحقرت في فرقتي. وكنت رجعتي للوداد من بعد 2009 في 2012 كنت رجعت وقيلا؟ كنت رجعت عاوتاني للوداد وكنت غادي نسيني، ولقيت هذا العائق عاوتاني ديال اكرم اللي صراحه كان السي سعيد ناصر هذيك الوقيته، وكان عيط لي في التليفون وداك الشيء صافي، خداو البوانتور ديال السباط هذا سميتو غتلتحق بالمعسكر ديال الوداد وهذا سميتو، حتى كنتفاجئ جاني ابيل بالليل عيط لي السي سعيد ناصر قال لي راه خليت نعيطوا لك ما غتدخلش مع الدراري غدا، ما عرفتش شنو وقع صراحه بالضبط في هذيك اللحظه، مي هادشي اللي وقع هادشي اللي ما يقدرش يكون اكرم هو السبب في ديك صراحه. عنده واحد النسبه كبيره انه يكون السبب، لانه المغادره ديالي انها ما عجباتوش وقيله ولا داك الشيء، ولكن راه هو اللي دار الغلط فهمتيني، اما انا درت اللي خصو يدار كما تيقولوا صافي. وجا تعيطوا لي قالوا لي ما تقدرش تلتحق دابا ان شاء الله تنعيطوا لك صافي. سنيت سيمانه ما عيط لي حتى شي واحد، في كونتاكتاني السي بادو الزكي كان السي سعيد ناصر هذيك الوقيته، وكان عيط لي في التليفون وداك الشيء صافي، خداو البوانتور ديال السباط اللي هذا سميتو غتلتحق بالمعسكر ديال الوداد وهذا سميتو، حتى كنتفاجئ جاني ابيل بالليل عيط لي السي سعيد ناصر قال لي راه خليت نعيطوا لك ما غتدخلش مع الدراري غدا، ما عرفتش شنو وقع صراحه بالضبط في هذيك اللحظه، مي هادشي اللي وقع
هادشي اللي ما يقدرش يكون اكرم هو السبب في ديك. صراحة عنده واحد النسبة كبيرة انه يكون السبب، لانه المغادرة ديالي انها ما عجباتوش وقيله ولا داكشي، ولكن راه هو اللي دار الغلط فهمتيني. اما انا درت اللي خصو يدار كما تيقولوا صافي. وجا تعيطوا لي قالوا لي راه ما تقدرش تلتحق دابا، وان شاء الله تنعيطوا لك. صافي سنيت سيمانه ما عيط لي حتى شي واحد. هي في كونتاكتاني السي بادو الزاكي صافي، وقال لي واش رجعتي للولاد سنيتي مع الولاد باقي؟ قلت لي باقي صراحه، راه اشترى واشترى. وقال لي المهم بغيتي نجي نتعاونوا انا وياك ونمشيو هذا، انا غنشد الكوكب وهذا. السي بادو الزاكي بمثابه اب ديالي، وصراحه ما دوزناش القليله معاه لا في الوداد لا في الكوكب قبل، يعني مدرب في المستوى. وصراحه ما عاودتش مع الهضره كما تنقولوا معاه. قال لي تجي تعاون معايا ونسيني ان شاء الله وهذا. قلت له على راس والعين. صافي عطيته الكلمه. من ديك الساعه واخا جاوني عروض وجاني شحال دي زوفر من فراقي وهذا، عطيت الكلمه للسي بادو الزاكي ما يمكنش دير الغلط فهمتي. كيف دوزتي البيريود ديالك مع الكوكب؟ البيريود صراحه الثانيه مع الكوكب كانوا فيها اخفاقات. كنا كنلعبوا مزيان، كان عندنا افيكتيف مزيان، مي كما تنقولوا كنلعبوا مزيان وتنخسروا يعني. وكاين هادشي وارد في الكره يعني، راه ماشي الفرقه اللي كتلعب مزيان اللي ديما كتربح. وهادشي اللي وقع يعني. لعبنا دي ماتش مزيانين، كنا كنقدموا كره جميله وكنتشمتوا كما كنقولوا في الاخر ديما كنتشمتوا. هادشي اللي وصل ان الكوكب مراكش هذيك السنه كانت غادي تطيح دوزيام ديفيزيون. وهادشي اللي وقع صافي. ملي طاحوا دوزيام ديفيزيون انا اصلا ساليت معاهم العقد ديالي، وهي فين رجعت للديار الامريكيه. قبل ما نمشيو